أسوأ 13 فيلم شفتهم في سنة واحدة وهي سنة 2009. لما تبقى سنة 2009 إجمالي الإنتاج الأفلام المصرية فيها 30 فيلم، يبقى منهم 13 بالدرجة السيئة اللي تجيب المرض دي، يبقى احنا وقتها فعلا قدام أسوأ سنة في تاريخ السينما المصرية قاطبة. وال13 فيلم دول كمان في منهم 5 أفلام يصيبوك بالذبحة الصدرية وضيق التنفس والاختناق المفاجئ. وعلشان كده فعلا بقول ان 2009 أسوأ سنة في تاريخ السينما المصرية. ومساء الفل عليكم، اعملوا لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا واشتركوا معانا في القناة، هتتبسطوا معانا صدقوني. الفيلم الأول معانا هو فيلم مجنون أميرة. الفيلم ده بيحكي عن قصة شاب مصري، المفروض يعني الفرعون المصري يعني، وبيحب الأميرة ديانا، وبقى المفروض الدور ده بقى نختار له بقى حد كده ايه جون بريمير كده، حاجة كده ايه، رشدي أباظة، كريم عبد العزيز، أحمد عز، حد كده تقيل، حد كده وسيم. بطل الفيلم الفنان القدير مصطفى هريدي. يا حبيبي تحب وداني وداني حبيبي تحب وداني. فيلم مجنون أميرة أول كادر أو أول مشهد فيه عبارة عن إيه؟ ايوه زي ما انت شايف كده بالظبط، كرتونة بيض. ايه يا صناع العمل بتحرقوا لنا الفيلم من قبل ما يبدا؟ اديني فرصه طب اتفرج واحكم، مش لازم تثبت لي ان الفيلم ده بيض من قبل ما يبدا. وسيبك بقى من مشهد البيض ده خالص، تعالى بقى ايه لمشهد ساخن مليء بالمشاعر الجياشه. ديانا اللي بيحلم بيها ابراهيم اللي هو بيقوم بدوره مصطفى هريدي ده بتيجي مصر لسبب ما لا يعلمه الا الله، غير مبرر في الفيلم على الاطلاق، وبتتنكر في صوره سائحه دنماركيه اسمها كريستين، ويعني بتيجي كده تنزل خان الخليلي. شوف حكمه ربك يا مؤمن ان هي تروح البازار اللي بيشتغل فيه مصطفى هريدي عشان تقابله، عشان يلزق لها بالاوهو ويفضل ماشي معاها طول الفيلم. وقال لك ايه بقى يا راجل يا طيب، بياخدها على العجله قدامه وبيغنوا الأغنية بتاعت عبد الحليم وشادية علشان إحنا مع بعضينا. لا 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 لا، عايز أرجع يعني أطرش، التعبير البلدي استنطق. حكمة ربك يا مؤمن برضو تاني الأميرة ديانا أميرة إنجلترا بتتكلم عربي لبلب لبلب كأنها مولودة في حواري السيدة عيشة. ما نحن اللي هتحصل معنا مشاكل، ما البلد مليانة سواح. يلا يلا بلاش قلق يلا. بس هم محبوسين في القفص ليه؟ إيميلي خدي طياريهم برا. تمام، لكن تيجي عند الإنجليزي ثانك يو مادر إبراهيم. يعني هلو، أنت أوريجينال مصري حلو كده. All English all the time. لو انت فاكر ان فيلم مجنون أميرة هو فيلم هابط، فتعالى بقى اديك ايه قمة هرم الهبوط والإسفاف في الأفلام تما، وهو فيلم فخفخينه. مين الفيلم؟ مصطفى هريدي برضه، مصطفى هريدي. لا ومش لوحده، جايب لك معاه كمان الفنان احمد تهامي، ايوه العضلات البالكي الجميل ده اللي كان بيطلع في افلام عادل امام. الفيلم ده ببساطه عباره عن بيبي نمبر 2. حرفيا الفيلم ده انا لما شفته والله العظيم انا يعني ما تخيلتش صناع العمل كانوا بيفكروا في ايه وهم بينتجوا هذا الفيلم. لما جات لهم قصة الفيلم ده يعني فكروا في ايه بالظبط. الفيلم ده كمان فيه نجوم يعني المفروض ان هم نجوم ليهم ثقل وليهم تاريخ. فنان يوسف شعبان، بتعمل ايه حضرتك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ نظرات تحرشيه مره لرانيا يوسف، رانيا يوسف معانا في الفيلم، ومره للممثله او اللي كانت بتغني وقتها كان اسمها بوسي سمير تقريبا. اسفاف من هنا لبكره. تعال بقى اوديك لقصه الفيلم الرئيسيه اللي بتتكلم عن 3 شباب يعني مش لاقيين شغل وحالتهم ضنك الضنك، وواحد منهم مؤلف سيناريو بيحب بنت يوسف شعبان اللي هي غنيه جدا، فيعني الراجل ده كاتب سيناريو، يروح يودي السيناريو لمين؟ لرجل اعمال. يعني مش يوديه المخرج، مش يوديه المنتج، مش يوديه حتى الممثل مشهور جايز يعجب بالسيناريو بتاعه، لا يوديه لرجل اعمال. الفيلم ده مليان شويه مشاهد. خد عندك في مشهد رياضي جميل جدا وهو مشهد الملاكمه بتاع احمد التهامي. حكم واقف في النص بص بيقول لهم ايه؟ اسمع ولد انت وهو، اللي هيغلط فيكم او هيضرب تحت الحزام انا هطلع عين امه وعين خالته وعين عمته كمان.
عجبني قوي الدب اللي راح اديها للحكم، الحكم هيبص هيتنطط عليهم، راح مديله البنيه على طول. مشهد برضو احمد تهامي المفروض ان هو شغال مهندس وبيدور على شغل، فيعني راح اتقدم لمكان ما بتاع شغل يعني، فالراجل قال له انت هتشتغل محصل تذاكر في الاتوبيسات. فاحمد التهامي ايه صاله وجال كده واتضايق جدا، وراح ضارب ساكع الراجل ده على ظهره او على قفاه تقريبا. انا ما شفتش المشهد ده غير كده. بليز حسبي الله ونعم الوكيل. يلا جيب لي الوصف. وخد بقى عندك الماستر سين ده، احلى مشهد لخضه في فيلم مصري. خد عندك بقى من الغرائبيات دي بقى كتير، انا بجيب لك بس كده حاجه ايه سنتوفه كده تعرف بس الفيلم ده بيحتوي على ايه، ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو منفصل اللي بعده. تسمع عن الفنان عبد الله الكاتب اللي لولا المحسوبيه والواسطه لكان حصد جائزة الأوسكار من قديم الأزل. وما تسمعش عن الفنان عبد الله الكاتب؟ ها ما تعرفش انت الفنان عبد الله الكاتب؟ حب اقول لك السي في بتاعه فيلم دكتور سيليكون. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. بس كده هو ده السي في بتاعه، بس هو ما عملش غير فيلم دكتور سيليكون. لدرجه ان انا دورت على ويكيبيديا على عبد الله الكاتب الاقي له صفحه يعني اعرف تاريخ ميلاده، بيعمل ايه دلوقتي، اي معلومات عنه اقولها لكم، اي حاجه يعني املى بيها الفيديو ده. ملوش صفحه على ويكيبيديا خالص، مفيش. هو اعماله دكتور سيليكون، بعد كده الراجل تقريبا ايه يعني توارى الثرى تماما، اختفى وذاب في الماء، ويعني ما بقتش ليه اي وجود في مجال الفني ولا في الغير الفني والله، يعني ما فيش منه عنه اي معلومات. من بطل الفيلم الرئيسي اللي هو الفنان عبد الله الكاتب. تعال بقى نروح للادوار الاخرى في هذا الفيلم، فيلم دكتور سيليكون. وهم مين؟ الفنان حسن حسني، تمام، في 2009 حسن حسني اللي هو كان تقيل وقتها. معانا كمان لطفي لبيب اللي هو كوميديان قوي جدا وتقيل جدا وممثل عظيم. معانا برضو سليمان عيد اللي هو كوميديان جيد جدا. المفروض ان احنا نشوف مشاهد كوميدية على الاقل بتضحك شوية، لطيفة نسبيا. تعال اوريك بقى عينة من الكوميديا اللي موجودة في الفيلم. صباح الخير التاني. متشكرة يا سيدي العالم. تبقى زود 2 جمبري. من عينيا. لا من حساب الاستاذ. نقعد في الكافيتيريا بتاعتنا وهناك هنلاقي حل. تصدق والله فكرة، اخد لي كوباية شاي. ايوه، وانا كل سندوتشين لحمه بارده احسن، الواحد حران قوي. ما شاء الله الكوميديا خيشت مننا. طيب تعال نشوف بقى قصة الفيلم بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن حسن حسني عنده مركز تجميل اسمه نيو لوك. المركز ده داخل في عمليات مشبوهة، صحفية بتقوم بدورها نرمين الفقي بتحقق في الموضوع، ومعاها سليمان عيد عمال بقى ايه، سليمان عيد بقى فاتح في القلش. ففيلم دكتور سيليكون يستدعيك وبشدة لتكسير التلفزيون على اليوم اللي انت جبت فيه التلفزيون. على بقى نحل كده بفيلم من درر السبكي الجميلة اللي كانت بتتعمل في هذا الوقت، وهو فيلم ابقى قابلني. ده من نوعية افلام السبكي اللي هي لازم تحتوي على مغني شعبي، والمغني ده يمثل ويغني 2 في 1 في نفس الوقت، والا السبكي مش هيديله الوجبة بتاعته. فيلم ابقى قابلني المفروض ان هو مصنف كوميدي، وفي حسن حسني وفي علاء مرسي وفي برضه سليمان عيد. على اديك نبذة عن الافيهات اللي موجودة في الفيلم. انتوا اللي عليكم الدور؟ طب ما دخلتوش لي واحد واحد عشان اعرف اركز. الاولاد اللي انت شايلهم هنا دول اكيد تعبينك. انا وايه الشياكه دي؟ سارقين محل ملابس قبل ما تيجوا ولا ايه؟ ما تيجي ننزل نضرب حجرين. حجرين مين يا عم وانت بقيت شكل الزلطه كده؟ اياد مالك فتح علينا الارباك كده ليه؟ اوعى يالا مالك كده سايبه نفسك؟ بصيلي خديني قدوه ليكي. اتفضل يا عم تامر حسني وصابر الرباعي. نسبة 70% من إفيهات الفيلم ده تريقة على التخن في الأغلب الأعم. كوميديا قمة في السماجة، قمة في تقل الدم، فيها تنمر عالي جدا. أقول لك قصة الفيلم في السريع كده ما لهاش لازمة عموما. هو الفيلم فيه أميرة فتحي بنت حسن حسني، طبيبة نفسية بتحقق في علم الجريمة والحاجات دي، وبتعمل دراسة بحثية عن كيفية تقويم سلوك المجرمين. فبتستعين بخطيبها اللي بيقوم بدوره محمد لطفي وهو شغال ضابط شرطة، فبيجيب لها 3 مجرمين علشان تعمل عليهم البحث بتاعها، وهم سعد الصغير وعلاء مرسي وسليمان عيد. فيلم ابقى قابلني من نوعية الأفلام التي تستحي قناة المولد وحبيشة 2 من أن تعرضهم على شاشتها. بقى للبامبينو والمتوج على عرش أفلام الهبوط جميعا، ملك الأندال والرجال الأوائل وحارس الممالك السبعة والكينجز لاندنج
وهو فيلم علقة موت. فيلم علقة موت طبعا اتسف عليه بما فيه الكفاية، فمش هنتكلم عليه، يعني الناس تقريبا فلته كادر فأي كلام هنقوله هيبقى مستهلك. ولكن فيلم علقة موت أحب أقول أنا عليه بس حاجة بسيطة جدا. احنا الفيلم ده من كتر ما بقينا بنتريق عليه بقينا بنحبه مع مرور الوقت وبقينا بنتفرج عليه وبقى فيلم جيد. يعني هو تحول من مركز في أفلام الهبوط إلى مركز الأفلام اللي بنتفرج عليها على سبيل جلد الذات والمازوخية علشان تحس دايما ان انت كويس. اصل انت يعني لو انت اوحش انسان في الدنيا وشفت فيلم علقة موت اكيد هتحس ان انت كويس، لان مفيش اسوأ من اللي انت بتشوفه. اهلا بحضرتك، البركة في وزارة الداخلية ورجال وزارة الداخلية. نيجي بقى الفيلم انا بسميه سقطة محمد عادل امام الكبرى يعني، ولكن هي كانت في بداية مشواره خالص، وهو فيلم البي رومانسي انتاج 2009. الفيلم ده باختصار بيحكي ان محمد عادل امام يعني شاب اخلاقه تلفة ومقضيها خمور ونسوان وخلافه، بس المفارقة ان عمه بيموت وعمه ده بيصيب وصية ان هو عشان ياخد التركة او الفلوس بتاعة تركة عمه لازم يتجوز واحدة محترمة وملتزمة في خلال 40 يوم. البي رومانسي ده من الافلام الرخيصه قوي، يعني بعتبره كده من ضمن هرتالات سبكاويه من عصر النهضه. فيلم اللي هو مليان حاجات كرنجيه كده. محمد عادل امام هو بيشرب البتاع كده وبيروح شايل البنت اللي في الديسكو على كتفه، وعارف افيه بقى من نوعيه اللي هو السكران اللي بيقع وبيقول للناس الفايقين او الناس اللي واقفين ايه ده انتوا وقعتوا تاني، والحاجات دي حاجة يعني خانقة. فيلم خانق، كوميديا رخيصة جدا. الفيلم ده فيه حاجات كتير جدا سيئة، ولكن أسوأ ما في الفيلم ده واللي يخليك فعلا تخرج عن شعورك وتصدر أصوات سكندرية سيئة للغاية مش هنقدر نقولها في الفيديو هنا علشان الرقابة، الفنان مدحت تيخة. اعتقد ان اسمه مدحت تيخة، انا مش متأكد من الاسم او المهم الراجل اللي قدامكم ده طول الفيلم عمال بيضحك الضحكة دي. الشجرة دي طلعت امتى؟ دي ما كانتش هنا الصبح. الضحكة دي حاجة كوميدية؟ هل الضحكة دي شيء لطيف سواء في وقتها او دلوقتي؟ على الاطلاق دي شيء مستفز جدا. وانا من كتر ما سمعت الضحكه بتاعته دي في الفيلم والله كنت عايز يعني اشنق نفسي بسلك الدش من كتر ما انا مخنوق من منظر الضحكه بتاعته ومن الاداء البشع بتاعه. الفيلم ده رغم خربقته الشديده جدا وسوء مستواه من كل النواحي، ولكنه فيلم ممكن التعايش معاه. يعني فيلم عارف هو انت هتبقى كرنج وقرفان كده ويعني عايز تتف على الشاشه، ولكن ممكن تتعايش معاه افضل من الطقم اللي احنا رصيناه فوق ده شويه. يمكن اللفته اللطيفه في الفيلم ده ان كان في دويتو حلو كوميدي كده بين باسم سمره وحسن حسني، كان في افيهات متبادله كده دويتو ما بينهم كده، كانت ماشي حالها كويسه في الفيلم يعني. لكن غير كده الفيلم رايح في داهيه. احنا فيلمين اتكلمنا عنهم قبل كده وهما الحكايه فيها منا بتاع اساف، فيلم دم واقف جدا، واساف هو اللي موقف دم الفيلم اكتر واكتر للاسف. معانا برضو فيلم الأكاديمية، فيلم يعني تعبان مله الصراحة، يعني اتكلمنا عنهم قبل كده فمش هنعيد ونزيد فيهم. نيجي بقى لشوية أفلام هي مش حلوة بس متماسكة بقدر ما أحسن من العك والهبوط المقرف اللي ريحته وحشة اللي احنا عمالين بنتكلم عنه ده. وهو فيلم يوم ما اتقابلنا بتاع محمود حميدة، نزل 2009. فيلم يعني هو متماسك، أستاذ محمود حميدة بيمثل كويس طبعا كالمعتاد، ولكن الفيلم برضو يعني ضعيف قوي، ولكن فيلم متماسك بقدر ما ممكن يتشاف. لنا فيلم برضو منجحش وفشل جدا وكان يعني اداءات فيه يعني كرنجيه وقفوشه قوي زياده عن اللازم، وهو فيلم ميكانو بتاع تايم حسن ونور. فيلم متماسك وقصته متماسكه والتمثيل فيه على قدر من الجديه كويس، بس الفيلم ده واقف جدا الصراحه والقصه ما شدتنيش على الاطلاق. في فيلم نزل نال اعجاب الناس او بعض الناس، شريحه معينه في المجتمع، بس انا الفيلم ده ما بحبهوش، وهو فيلم خلطة فوزية بتاع إلهام شاهين. فيلم يعني في بعض الناس بتحب الفيلم ده وشايفينه فيلم جيد جدا، لكن ما عجبنيش، ده حاجه شخصيه ليس اكثر. انا برضو فيلم يعني كنت على وشك ان انا احطه في قائمه العك اللي حطيناها فوق دي، ولكن يعني لاجل خاطر عيون الفنان هشام عبد الحميد عشان انا بحبه الصراحه والراجل محترم. هو فيلم ايام صعبه، فيلم كده كان اتعمل بطوله هشام عبد الحميد، وفيلم كان واخد نفسه بجديه زياده عن اللازم، بس من كتر الحزق في الجديه الفيلم بقى يعني سيء جدا، وفيلم يعني ترهل منهم للغايه وذاب وضاع منهم في التراب.
فيعني فيلم مش حلو، الحبكه بتاعته ما عجبتنيش، التمثيل فيه برضه ضعيف قوي، ولكنه يعني ما اقدرش اقول برضه ان هو مع العك اللي احنا قلناه في الاول. عندنا فيلم بقى قصته حلوه لكن الفيلم تحس النهايه بتاعته كده ايه يعني ما ملقوش نهايه، فراحوا كاتبين اي هبل كده وراحوا حاطين لك النهايه وخلاص، وهو فيلم أزمة شرف بتاع غادة عبد الرازق. صراحة الفيلم قصته كويسة جدا، الفيلم متماسك، تمثيله كويس، ولكن النهاية قفلتني منه سنة 2009 زي ما فيها الأفلام المقرفة اللي احنا قلناها فوق والأفلام متوسطة الجودة اللي قلناها في النص، فيها أفلام بقى جيدة وعلى قدر عالي جدا من الجودة، والأفلام دي عاشت معانا وبقينا بنحبها. أولهم فيلم ألف مبروك بتاع أحمد حلمي من الأفلام الجميلة جدا. عندنا طبعا إبراهيم الأبيض من أفضل الإنتاجات والأعمال المصرية اللي اتعملت، وفيلم يعني اتحط فيه كواليتي، اتحط فيه قصة، اتحط فيه تمثيل رائع من كل الممثلين. عندنا فيلم يعني بعض الناس بتحبه، هو فيلم تشيزي، فيلم كده يعني ايه مش جاد قوي او مش قوي قوي، ولكن هو فيلم لطيف ومتماسك ويتشاف وليه قصه وليه مغزى كمان، وهو فيلم اعز اصحاب اللي طبعا فيه الاغنيه بتاعت سوما المشهوره اعز اصحابي من صغري هم اللي يمشوا معايا دغري. عندنا برضو فيلم الفرح اللي كان فيلم جميل جدا ويعني مختلف ومميز. فيلم بدل فائد بتاع احمد عز كان من الافلام الجميله جدا وكان مختلف عن النمط بتاع افلام احمد عز بس كان من الافلام الحلوه. عندنا فيلم بوبوس لعادل امام برضو فيلم من الافلام الكوميديه، يعني فيلم هزلي بس هو في النهايه فيلم كوميدي حلو. المفضل بالنسبه لي في القائمه دي وفي السنه دي على الاطلاق هو فيلم طير انت لاحمد مكي، ابداع منقطع النظير وكان حاجه سابقه زمانها بكتير، من يعني بعتبره احلى تقريبا فيلم نزل في السنه دي. عندنا عمر وسلمى الجزء الثاني بتاع تامر حسني برضه كان فيلم جيد جدا، نجح في السينمات ونجح في التلفزيون لما نزل وعلى قدر كويس من الكوميديا، هو فيلم مترهل بس الكوميديا بتاعته حلوه. عندنا فيلم ولاد العم لكريم عبد العزيز وشريف منير برضه من الافلام الجميله جدا. عندنا بقى فيلمين مفيش ناس كتير بتروح لهم ولكن في اجماع على جودتهم، وفي نفس الوقت برضه الفيلمين دول مش واخدين حقهم قوي، مهضوم حقهم، وهما فيلم 1-0 اللي كان فيه كوكبه من النجوم وكوكبه من القصص. برضو الفيلم ده كان ايه مجموعه قصص كده كل شويه بيرمي لك قصه منهم، فالفيلم ده من الافلام الجميله جدا المتماسكه جدا، قصه مميزه جدا مختلف عن افلام وقته. برضو الفيلم انا شايفه ان هو ما خدش حقه في الكوميديا لان هو من نوعيه كوميديا الفانتازيا، وهو في نفس الوقت الكوميديا بتاعته مش مناسبه قوي للزمن اللي اتوجد فيه، وهو فيلم الدكتاتور. اللي ما خلاش الفيلم ده ينجح قوي ان ما كانش فيه ستار باور او نجم على الغلاف قوي، لان هو كان بطوله حسن حسني وخالد سرحان، فنانين طبعا جمال جدا وقدموا كوميديا في الفيلم يعني من ورا العقل. فيلم حلو جدا الفيلم الدكتاتور، لو ما شفتهوش فيلم هزلي حلو يعني اتفرج عليه بعين ان انت بتتفرج على فيلم هزلي مش فيلم كوميدي، في فرق بين الكوميديا والهزليه، ده فيلم هزلي فانتازي بحت، تعامل معاه على هذا الاساس هتتبسط. برضو فيلم السفاح بتاع هاني سلامه يعني فيلم ماشي حاله كويس، برضو ليه قصه وليه حبكه جيده. معانا برضو فيلم مختلف شويه عن زمنه ومختلف عن نوعيه الافلام المصريه عموما في وقته، ما نجحش قوي في السينمات بس لما نزل في التلفزيون الناس شافته وتقبلته، هو فيلم العالمي بتاع يوسف الشريف من الافلام الكويسه. بحس ان يوسف الشريف حظه مش ماشي قوي في السينما، ولكنه بيعمل افلام جيده طبعا، ولكن رغم الافلام الجيده دي والانتاج اللي اتحسن كتير المفروض في سنة 2009، لكننا شفنا العك والقرف اللي قلناه في اول الفيديو من افلام فعلا تصيبك بالقيء وضيق التنفس الشديد وتخليك عايز تلعن اليوم اللي انت اتفرجت فيه على اي فيلم مصري عموما. لو فاكر ان 2009 بس هي اللي فيها افلام وحشة، انصحك تشوف الفيديو اللي هسيبهولك هنا ده عن اسوأ تاني سنة في تاريخ السينما المصرية، وهي سنة 2007 مش بعيد قوي عنها، فيها شوية أفلام اتكلمنا عنهم يعني الصراحة تجيب كل الأمراض المستعصية وأمراض الشيخوخة في عز الشباب. أستاذنكم اتفرجوا على الفيديو ده هتلاقوا فيه شوية حاجات يعني ماشي. المهم أشوفكم على خير في فيديو جديد قريب، سلام عليكم.